قرأت تبارك الذي بيده الملك اذا ما قرأتها كل ليلة وهي 30 آية فانه بعد موتك تتركك على خشبة الغسل وتصعد هي الى الله وتقول يا ربي ان صاحبي قد مات فشفعني فيه، فيقول لها الله لقد شفعتك فيه. فتنزل من عليائها بعد ان يكفن ابن ادم فتظل على صلة به حتى يوضع في قبره، ويأتي الملكان السائلان فتقول له لا عليك منهما فقد سألت ربي ان يشفعني فيك فشفعني فيك.